يا هلا فيكم. وصفتنا لليوم الجزر اليمني أو البطاطا الحلوة بطريقة عربيات الشوارع، طريقة مضمونة وناجحة ونفس طريقة العربيات الشوارع 100%. شوفوا قشرتها ناشفة، ما هي مسلوقة زي ما متعودين عليها في البيوت. معظم الناس يخلوها مسلوقة، وفيها تحميرات لذيذة تعطيها طعم من الآخر. وشوف كيف استوائها، ما نخليها تستوي زيادة عن اللزوم، استوائها ممتاز. ويلا نشوف الطريقة. طبعا هذه الوصفة مشهورة انهم يسووها بالشتاء اكثر من الصيف، بس بصراحة اني اشتهيت اكلها فقلت خليني اسويها معاكم، لاني من السنة الماضية وانا ناوية اسويها لكم. المهم نشتري مجموعة من الجزر، ومش مشكلة بالحجم، ممكن تاخذوها حجم كبير، حجم صغير، حجم وسط، الموجود. الحين نحطها تحت حنفية الماء او حنفية المطبخ ونغسلها بهذه الطريقة. نحاول نمسحها بهدوء عشان ما تنجرح القشرة، ضروري نحاول نحافظ على القشرة قدر الإمكان. نغسلهم كلهم وبعدين نركنهم 3 دقائق، حتى لو في يعني طين ولا تراب يابس يطرى، وبعد 3 دقائق نغسلهم من جديد حبة حبة. وهذا الجزر بعد ما غسلته مرتين صار نظيف. الحين نبدأ نحطه في الفرن. في البداية نولع الفرن على أعلى درجة حرارة، أعلى درجة حرارة ولعوه عليه، ومن الأسفل فقط، والرف يكون بالأسفل. ونحط الحبات الكبيرة حجمها كبير في الخلف عشان تستوي أسرع، والحبات اللي تكون متوسطة قدامها، والحبات الصغيرة قدامها، بهذا الشكل عشان يستووا بشكل متساوي، ما تستوي الصغيرة والكبيرة لسه ما استوت. نقفل باب الفرن ونخليها لمدة نصف ساعة بدون تحريك نهائيا. بعد مرور نصف ساعة نفك باب الفرن ونقلب كل حبة على الجهة الثانية حتى تاخذ نفس السوى، لأن احنا ما ولعنا النار العلوية نهائيا. وبعد ما قلبت كل حبات البطاط أو الجزر، الحين نقفل الباب الفرن ونخليها لمدة ربع ساعة. وبعد مرور الربع ساعة نفك الفرن للمرة الثالثة ونقلب الحبات تقليبة أخيرة، ونولع الشواية لو كان الفرن كهربائي، لأن الفرن الكهربائي ما يسوي حروقات مثل فرن الغاز. ما شاء الله فرن الغاز حتى لو خليتوا النار السفلية راح يعطيكم حروقات وطعم ألذ بكثير من الفرن الكهربائي. طبعا أنا ولعت بصراحة نار الشواية، لأن هذا الفرن اللي سويت فيه البطاطا الحلوة كهربائي، فاضطريت أولعه عشان يعمل لي شوية حروقات. راح تعطي طعم جدا مميز في البطاطا الحلوة. اللي راح يطبخها بفرن الغاز ما يولع النار العلوية نهائيا، هي من نفسها راح تعطيكم حروقات حلوة. وبعد مرور الربع ساعة الأخير كانت البطاطا أو الجزر مستوي تماما، ريحتها جدا جدا لذيذة. وشوفوا كيف درجة الاستواء، تكون طرية بس في منطقة تكون شوية شادة. لما تكون كذا استوائها يعني الاستواء 100%، ما تكون عجينة أو مثل ما يقولوا يعني طرية زيادة عن اللزوم. الحين نطلعها من الفرن ونخليها تبرد شوي ونقدمها. طبعا لو أخذتوها بالملقط فخذوها شوي شوي عشان ما تتقطع القشرة وتنجرح، راح يكون شكلها مش مرة جذاب يعني. طبعا طلعنا كل الكمية. أنا خليتها تبرد تقريبا ربع ساعة، وبعدين حطيتها في طبق التقديم أو ورقة التقديم، يعني اللي تحبوا تقولوا عليه. مدة استواء البطاطا الحلوة بالفرن ساعة كاملة. في البداية نصف ساعة بدون تحريك نهائيا، وبعد نصف ساعة نفك الفرن ونقلبها على الجهة الثانية ونخليها لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة نفك الفرن من جديد ونقلبها على الجهة الثانية ونقفل الباب الفرن ونخليه ربع ساعة أخيرة. صاروا كم تقريبا؟ صاروا 60 دقيقة.
وبعد 60 دقيقة تكون البطاطا أو الجزر جاهز. بس انتبهوا إنكم تنسوها أكثر من ساعة بالفرن، راح تكون عجينة، مع احترامي الشديد للجزر راح تكون عجينة، ما راح تكون لذيذة نهائيا، وهي عجينة ما في أحسن من لما تكون مستوية بشكل متوسط، لأنها عجينة ولا أنها ناشفة. طبعا أخذت معاكم أكبر حبة من الجزر عشان تتأكدوا من الاستواء، وشوفوا لما أضغط عليه ما تطلع لي كأنها عجينة، لا، تكون مستوية ومتماسكة وطرية بشكل كامل، بس مش على قولتنا مش عصيد يعني. مرة طريقتها سهلة ومرة طعمها لذيذ ومريحة بشكل مش طبيعي للمعدة. اللي ما عنده رغبة انه ياكل اي شيء انصحه انه ياكل بطاطا حلوة، مرة لذيذة ومريحة.